انا عارف انك كاهلاوي حاليا نفسك في مهاجم بيسجل بدماغه بشكل مرعب، مهاجم لو لعبت له عرضيه سيئه ولا هي في مستوى الدماغ او مستوى القدم يقدر يسجل منها حتى لو كان في وسط 4 لاعبين. عارف انك بتدور على مهاجم بيسجل وظهره للمرمى، وعارف انك عاوز مهاجم مضمون ما بيعرفش يعني ايه اهدار له الفرص السهله. انا جاي اقول لك ان كل المواصفات دي كانت في عماد متعب، وللاسف مفيش لاعب محلي بيمتلك ربع الامكانيات اللي عند عماد متعب. ففي الحلقه دي هنتكلم عن واحد من اعظم المهاجمين اللي جت في تاريخ الكره المصريه، عماد محمد ابراهيم متعب. الحكايه بدات في نادي بلبيس الرياضي لحد ما وصل ل 12 سنه وانضم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي وهو عنده 13 سنه، وكان واحد من اميز واحرف اللاعبين الموجودين في قطاع الناشئين على مستوى مصر، عشان في 2002 يتم تصعيده للفريق الاول. والمفاجاه هنا انها كانت بتوصيه من حسام البدري المدرب المساعد لمانويل جوزيه وقتها. عماد متعب طالع الفريق الاول على اسامي مرعبه في مركز المهاجم. كان الاهلي بيمتلك خالد بيبو في عز مجده وتالقه وتوهجه، وكان عامل كل حاجه في الكره حرفيا، ده غير وجود اسامه حسني اللي كان واحد من افضل المهاجمين في مصر. عشان كده ما شاركش بشكل اساسي في الفتره من 2002 ل 2004، عشان ساعتها كان الاهلي خسران بطوله الدوري ومفيش مجال انه يخسر بطوله ثانيه، ده غير التالق اللافت للنظر لخالد بيبو واسامه حسني ايامها. عشان يكون موسم 2004 2005 اول مواسم عماد متعب مع النادي الاهلي، وقبل ما الكل يقول عليه لاعب كبير ولاعب موهوب، عماد متعب خلى الوسط الرياضي كله يقول عليه لاعب كبير واتولد كبير، عشان حصل على هداف الدوري المصري برصيد 15 هدف، ويكون اصغر لاعب في تاريخ الدوري المصري يحصل على بطوله هداف الدوري. والاهلي اصبح بيمتلك في المراكز الهجوميه عده اسماء مرعبه صنعت الجيل الذهبي للاهلي، متعب وحسني وبلال وبركات وفلافيو، وتحتهم الساحر افضل من لمس الكوره على الاطلاق ابو تريكه. عشان الاهلي يحصل على بطوله الدوري وافريقيا ويطير على اليابان ويسجل اول اهدافه في كاس العالم بعد اول مشاركه في تاريخه عن طريق عماد متعب. بعد كده متعب استمر مع الجيل الذهبي في تسجيل الاهداف بشكل ممتع وخيالي ورائع. عماد متعب لعب مع الاهلي من 2004 ل 2008 بشكل اساسي ومستمر. خلال ال4 مواسم سجل خلالهم 72 هدف، وطلع اعاره في السعوديه 2008 بالتحديد في نادي اتحاد جده، ولعب 24 مباراه سجل خلالهم 18 هدف، ارقام مرعبه جدا. ورجع للاهلي في 2010 واستمر مع الاهلي لمده 8 مواسم، حسم بطولات وحسم ماتشات على سبيل الانديه او حتى المنتخب الوطني. فطبعا محدش هينسى هدفه القاتل وحسمه لبطوله الكونفدراليه لاول مره في تاريخ الاهلي ومصر، وهدفه القاتل في نهائي السوبر الافريقي وقت القاتل، وطبعا هدف الحسم امام منتخب الجزائر في 2010، ولا هدفه العالمي في دور ال16 في مرمى الاتحاد الليبي. متعب كان حوالي 172 سنتي، بس الا انه كان واحد من افضل المهاجمين في تاريخ مصر اللي كان بيلعب براسه بشكل وصل لمرحله الابهار. عماد متعب لعب مع الاهلي ما يقارب 210 مباراه، سجل خلالهم 118 هدف، ده غير طبعا انه في اخر مواسمه كان بيلعب 3 دقائق من كل مباراه بسبب عدم الاقتناع بمستواه البدني عن طريق حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي وقتها، اللي دخلتهم في مشاكل شخصيه وعلاقات متوتره بين عماد متعب وحسام البدري، اللي وصلت عماد متعب انه يعتزل كره القدم، وشاف ان دي فيها اهانه لتاريخه الكبير مع النادي الاهلي، خصوصا انه كابتن من كباتن النادي الاهلي اللي حصل معاهم على اكتر من 30 بطوله، منهم بطوله الدوري المصري 10 مرات وبطوله دوري ابطال افريقيا 4 مرات، ده غير انه كان سبب مباشر في العديد من البطولات، اهمها طبعا بطوله الكونفدراليه الافريقيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي، عشان يلقب بالقناص ملك الدقيقه 90 بسبب اهدافه القاتله بعد الدقيقه 90، لدرجه ان عماد متعب سجل نفسه على السوشيال ميديا عماد متعب بلس 90. وهنا بتنتهي حكايتنا، نشوفكم على خير في حكايه جديده، سلام.